في ناس كتير قوي سألتني على العلاقات السامة، وإيه هي العلاقات السامة وإزاي أقدر أتعامل معاها، وإزاي أقدر أعرف أصلا أنا في علاقة سامة ولا لأ، وده بيأثر على حياتي. دي أسئلة كانت بتجيلنا كتير في اللايف، فقررت أعمل محاضرة عن العلاقات السامة. المحاضرة دي هتقدر تعرف فيها إيه هي العلاقة السامة، إيه هي الألاعيب اللي بيلعبوها معاك في العلاقات السامة، أنواع الشخصيات في العلاقات السامة، وإزاي تقدر تتعامل معاهم، وإزاي تعمل تمارين تقدر تساعدك ان انت تتعافى من العلاقات السامة دي. وكمان هتعرف اثر العلاقات السامة دي على حياتك. ممكن يكون في تصرفات كتير من حياتك انت بتعملها هي مش انت، هي اثر العلاقات دي كانت عليها. والعلاقات السامة دي مش لازم تكون بس مع الشريك او اللي انا مرتبط بيه، ده ممكن تكون العلاقات السامة دي مع اصحابك اللي انت اخترتهم، او ممكن تكون العلاقات السامة دي حتى في نوع العلاقة مع الأم والأب والإخوات. ممكن كمان تكون في الشغل، إزاي نقدر نتعامل معاها، وإزاي نقدر نخلي فيه حدود صحية بينا في العلاقات اللي مش هنقدر ننهيها زي العلاقات مع الأهل. إزاي أقدر أخد خير بس العلاقة دي، ده اللي هنعرفه مع بعض في محاضرة العلاقات السامة. مستنيينكم ومستنيين أسئلتكم لحد يوم المحاضرة. كان معاكم دينا البكري.